السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض سمك مقلي ومشوي ورز. طريقة هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة هنا هنبدأ بالرز عشان بحب السمك يبقى ساخن. هنا جبنا حلة حطينا فيها شوية زيت حلوين وحطينا بصلة كبيرة، خليناها تاخد اللون البني اللي انتوا شايفينه ده، ومش هنغمجها عن كده، مش هنخليها اسود عشان مش الرز هيبقى فيه البصل لونها اسود كده، هيبقى شكله مش حلو وهيبقى طعمه مش حلو. تمام. فلما البصله خدت اللون البني حطيت لها شويه ميه مش كتير، حطيت لها شويه فلفل احمر بودره وشويه ملح، شويه سكر، شويه كمون، وواحده مرقه وفصين توم زي ما هما كده. تمام. بعد كده قطعت طماطمايه وغسلت الرز وهحطه فيها اهو. الميه غلت معايا، ماشي، دقيقتين 3 كده. غسلت الرز حطيته في الميه زي ما انتوا شايفين كده، وبديله تقليبتين، وبعد كده بظبط الميه والملح. ماشي. انا بخاف احط له ميه في الاول كتير يطلع معايا طري او كده، وانا بحبه مفلفل. فزي ما انتوا شايفين كده بظبط الميه اهو، وهظبط الملح بتاعه. تمام. ورحت اعمل دجة السمك. توم كتير، على كام فلفلايه كده حمرا على خضرا، شطه، ماشي، بنضربهم في الكبه اليدويه دي. وهنا الرز الميه خلاص نشفت من عليه بقى، بنوطي عليه، بنغطيه ونوطي عليه نسيبه يستوي براحته. وهنا دجة الثوم والفلفل اللي احنا ضربناها في الكبة اليدوية. ماشي. بنحط الدجة دي في طبق ونسيب معلقتين بس، هنا نعصر عليهم ليمونتين 3 ونقطع فيها طماطمايه. ماشي. يعني احنا شلنا شوية في الطبق دي، شوية كتير يعني، وسيبنا بس معلقتين. ماشي اهو لمية السمك، سيبنا معلقتين لمية السمك. ماشي. وهنا الدجة دي حطينا عليها كمون، وحطينا عليها ملح وليمونية كبيرة. الدجة دي اللي بنغمس بيها السمك او بنحطها على الرز. اما مية السمك حطينا عليها 3 ليمونات وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة شوية ملح، وقطعنا فيها طماطمايه. وهنا خدنا معلقتين من دجة التوم والفلفل اللي احنا عاملينهم، وبشرنا عليهم نص جزرايه كده، لان أنا السمك ده مش عارفه 5 مشاط ولا ايه. فيعني قلت على جد ان انا احشي السمك. نص جزرايه ومعلقتين دجة توم على فلفل. ولازم التوم يبقى كتير، ولازم السمك تشمي فيه كده ريحه الليمون والتوم. ماشي. وزي ما انتوا شايفين اهو، ساعات بتجيب السمك الولاد بيرموا البطن بتاعته. السمك صراحه بقى غالي فخساره يعني. فانا قلت عشان ياكلوا السمكيه كلها افتح بطنها، انا والله مش بحب اصلا السمك المفتوح بطنه، بس انا قلت هجربها، ان كانت حلوه هنزلها لكم كده واقول لكم عليها. انا بحس ان هو بيبقى فيه زفاره كده، بس قسما بالله كان فظيع، كان طعم وكانت ريحته ما شاء الله. ماشي. فاني فتحت حته صغيره كده وطلعت كل اللي فيه، والسواد اللي جوه دي كده عملته يعني بصابعي، نضفته كويس، وبعد كده غسلته تحت الحنفيه كذا مره، وصفيته كويس من الميه، وحشيته بدجه الثوم والفلفل والجزر. بعد كده كنت حاطه انا الصينيه على النار تسخن. لازم تسخن الصينيه الاول، والسمك حطيته في الرده وبرصه كده في الصينيه على نار تكون عاليه، مش ينفع اوطي عليه، مش غير لما ياخد لون، لما يسود معايا ابقى اوطي. تمام. وهنا بقى رحت نضفت السمك المجلي، هم 4 مشاط بس. حطيت بعد ما نضفته وغسلته كويس، حطيت عليه ليمونتين ولا 3، وشوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية كركم، وشوية ملح، وشوية مية، وظبطت الملح بتاعه. تمام. وسبته ساعة ولا نص ساعة على مشوي السمك. بعد كده جبت الدقيق، حطيت عليه شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، وحطيت كده السمك في الدقيق. والزيت كنت فاتحة عليه النار عشان يبقى لازم السمك المجلي ينزل على الزيت يكون ساخن. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بحطه في الدقيق، بعد كده بنفضه كويس، وبحطه في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. مش ينفع على زيت بارد. تمام. وبعد كده طلعت اول رصه، ودي الرصه التانية. ماشي. عايزه تحشي السمك المجلي دي برضو بنفس دجة التوم والفلفل والجزر براحتك. ماشي. ومش تنشفي السمك المجلي جوه عشان الولاد يعرفوا ياكلوا كده الباطن، وياكلوا السمكه تبقى طريه وحلوه. ماشي. وهنا السمك بعد ما خد لون من ناحيتين بوطي عليه شويه، ماشي، عشان اضمن ان هو مفيش دم ومستوي كويس. ولما بيطلع بحط عليه الدجه اللي احنا عملناها، معلقتين دجه توم على فلفل وليمون وطماطمايه وكمون وملح. ماشي. زي ما انتم شايفين بنحط على السمك، واسيبه في الميه دي 5 دقايق عشان القشره تطلع معايا بسهوله، وتبقى السمكه طريه ومطعمه كده وحلوه. ماشي. عايزه مش توطي عليه، وعايزه بعد ما ياخد اللون دي معاكي يتحروج، داخليه الفرن 7 دقايق بالظبط، ولا يفوق تحت، وداخليه الفرن عشان تضمني مش يكون في دم والولاد مش تجرف منه وكده.
تمام. ودي الدجة دي بنحطها على الرز او بالعيش كده نغمس السمك المشوي. اما السمك المقلي نحبه مع الرز وشوية سلطة، وزي ما انتم شايفين بصل على فلفل على طماطم وكده. يا رب ان شاء الله يكون الوصفة عجباكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.